أنا بدي أرد على فيصل القاسم. قبل كم يوم نشر منشور، وأنا بالعادة ما برد على الإعلاميين التافهين بصراحة، لكن بدي أقرأ لكم المنشور اللي نشره قبل أيام وهام للغاية. وإحنا شفنا اليوم الأحداث مشان نشوف هل فيصل القاسم أخو شلكة ولا مو أخو شلكة، إنه كان يخدع الشعب الدرزي ولا ما بيخدع الشعب الدرزي، وهام للغاية. من مصادري الخاصة جدا معلومات وليس تحليلات أضعها بين أيديكم دون تعليق، لا أتبناها ولست متأكدا من صحتها، لكنني أنقلها فقط وأترك لكم حرية التفكير بها. ابن الحرام، شوف ابن الحرام. من مصادري الخاصة جدا معلومات وليست تحليلات أضعها بين أيديكم دون تعليق، لا أتبناها. طيب ليش عم تنشرها يا ابن الحرام؟ ليش عم تنشرها معناته؟ شوف الحرب الخاصة شلون بتتم. لا أتبناها ولست متأكد من صحتها، لكنني أنقلها فقط وأترك لكم حرية التفكير بها. نصائح إسرائيلية لكل الأطراف في سوريا. إسرائيل قدمت نصائح حسب تعبير فيصل القاسم، أن إسرائيل قدمت نصائح لكل الأطراف في سوريا: اتفقوا مع دمشق ولا تعتمدوا علينا. إسرائيل قالت للدروز وللكرد ولكل الأطراف اللي موجودين في سوريا، والعلويين أيضا من ضمنهم، أنه اتفقوا مع دمشق ولا تعتمدوا علينا، نحن مع سوريا موحدة. هيك قالت إسرائيل. ومن الأسهل لإسرائيل أن تتفاهم مع طرف واحد في سوريا، يعني تتفاهم مع الجولاني طرف واحد، أفضل لها منكم كلياتكم. يعني ننصح كل المختلفين مع الحكومة السورية أن يتفاوضوا معها الآن الوضع مناسب جدا لهم للحصول على مطالبهم، وسيكون من الصعب الحصول على أي مطالب لاحقا، يعني لحقوا حالكم. ويضيف المصدر بأن إسرائيل لا تعرف ماذا يريد بعض الأطراف السورية بالضبط. يعني فيصل القاسم بيقول لك أنه إسرائيل ما بتعرف شو الأطراف السورية بدها إياه، لأن تلك الأطراف مختلفة فيما بينها وليست على قلب رجل واحد. الأطراف، وهي أنا بأيده فيها، أنه الدروز المشكلة تبعتهم أنه هم عدة أطراف، وراح أحكي عنه بعد شوي. وهناك تواصل دائم بين دمشق وكل القوى المجاورة، يعني إسرائيل عم بيلمح، والجميع لا يريد الفوضى في سوريا. وحتى الذين كانوا يفكرون بزعزعة الاستقرار داخل سوريا من الخارج غيروا رأيهم، وهم الآن مع دعم دمشق. شوف ابن الحرام. ويضيف المصدر أن الإسرائيليين ينقلون مطالب بعض الفئات السورية لدمشق بصورة مختلفة، فيأتي الرد من دمشق: نحن منفتحون على الجميع في سوريا، فتفضلوا وقدموا مطالبكم ونحن مستعدون للتعاون معكم بما يرضي الجميع. ورسالة الرئيس الأمريكي نتنياهو كانت واضحة: لا تتدخلوا في شؤون في سوريا ونسقوا فقط مع الأتراك. شوف شو عم بيقول لك. ورسالة الرئيس الأمريكي نتنياهو كانت واضحة: لا تتدخلوا في سوريا ونسقوا فقط مع الأتراك. هي رسالة ترامب لإسرائيل. لا تبنى هذه الأخبار، لا أتبنى هذه الأخبار ولا أنفيها. شوف ابن الحرام. ولا أطلب من أحد أن يتبناها أو يصدقها، لكنها من مصادر ليست عادية. واليوم شفتوا إسرائيل شو صار فيها، شو وضع فيصل القاسم على هذا الكلام اللي حكى، وشفتوا شلون هذا الكلام اللي حكى فيصل القاسم خلى أطراف درزية فعلا تصدق هذا الكلام وراحت باتجاه الجولاني الإرهابي. برجع بعيد، شو بيحكي فيه قبل 3 أيام من الآن فيصل القاسم. من مصادري الخاصة جدا وليس تحليلات أضعها بين أيديكم دون تعليق، لا أتبناها ولست متأكد من صحتها، لكنني أنقلها فقط وأترك لكم حرية التفكير بها. نصائح إسرائيلية لكل الأطراف في سوريا حسب ادعاء فيصل القاسم قبل 3 أيام.
اتفقوا مع دمشق ولا تعتمدوا علينا. نحن مع سوريا موحدة، ومن الأسهل لإسرائيل أن تتفاهم مع طرف واحد في سوريا، ولسنا قادرين على حماية هذه الأطراف، هذا الطرف أو ذاك داخل سوريا. ننصح كل المختلفين مع الحكومة السورية أن يتفاوضوا معها الآن الوضع مناسب جدا لهم للحصول على مطالبهم، وسيكون من الصعب الحصول على أي مطالب لاحقا. ويضيف المصدر بأن إسرائيل لا تعرف ماذا يريد بعض الأطراف السورية بالضبط، لأن تلك الأطراف مختلفة فيما بينها وليست على قلب رجل واحد، وهناك تواصل دائم بين دمشق وكل القوى المجاورة هنا يقصد في إسرائيل، والجميع لا يريد الفوضى في سوريا. وحتى الذين كانوا يفكرون بزعزعة الاستقرار داخل سوريا من الخارج غيروا رأيهم، وهم الآن مع دعم دمشق. ويضيف المصدر أن الإسرائيليين ينقلون مطالب بعض الفئات السورية لدمشق بطرق مختلفة، فيأتي الرد من دمشق: نحن منفتحون على الجميع في سوريا، فتفضلوا وقدموا مطالبكم، ونحن مستعدين للتعاون معكم بما يرضي الجميع. ورسالة الرئيس الأمريكي لنتنياهو كانت واضحة: لا تتدخلوا في سوريا، ونسقوا فقط مع تركيا، فبس. لا أتبنى هذه الأخبار ولا أنفيها، ولا أطلب من أحد أن يتبناها أو يصدقها، لكنها من مصادر ليست عادية. طبعا هاي الرسالة اللي عملها قبل 3 أيام فيصل القاسم ما كانت إلا شرارة اللي قتلت فيها عدد كثير من أخواننا الدروز اللي موجودين في جرمانة وفي صحنايا وفي السويداء، لأنه ظنوا وصدقوا كلام فيصل القاسم كثير من أخواننا الدروز، فتوجهوا بالاتفاق مع حكومة دمشق. وهذا الخطأ الاستراتيجي اللي وقع فيه أخواننا الدروز، وصار لهم فترة طويلة جدا. الخلافات اللي موجودة ما بين مشايخ العقل عند أخواننا الدروز هي أكبر سبب اللي خلت إسرائيل تتردد في البداية أنه تساعدهم ولا ما تساعدهم. وهذا كان أمر خطير جدا، كان ممكن يؤدي إلى فناء الطائفة الدرزية. بالنسبة للطائفة الدرزية هي عددها صغير، ما أنه كبير مثل ما أنتم متخيلين، يعني 700,000 500,000 600,000 لا توجد إحصائيات رسمية لهذا العدد لهم، ولا يمثلون يعني شأن كبير جدا إلا إذا وقفت معهم قوى دولية، وعلى رأسها مثلا إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، دول عالمية كبيرة جدا. فلذلك كان مؤامرة فيصل القاسم تستهدف وجود الأقلية الدرزية. حقيقة لو أنه كل الأقلية الدرزية مصدقة فيصل القاسم وذاهبة باتجاه دمشق فعلا، كان شفتوا مجازر أبشع من اللي راح تصير في الساحل بإخواننا الدروز حقيقة. وهذا السبب الاستراتيجي اللي كان يجعل الإسرائيليين متشككين بدعمهم أو لا خلال الأيام اللي فاتت، إلى أن اتخذ القرار من إسرائيل بأنه ندعمهم ونشوف شو بده يصير، ونشوف موقف الدروز بعدين شو بده يصير. وهذا أمر خطأ كبير جدا. هلا هون الإسرائيليين طريقة تفكيرهم بيقولوا لك هؤلاء الدروز طائفة عرب، وممكن يكون مختلفين عن الدروز اللي موجودين في إسرائيل أساسا، واللي هم واقفين معنا وبالجيش الإسرائيلي، وفي منهم ضباط كتير، وفي منهم كتير بالموساد، ودخلوا كل مؤسسات الدولة الإسرائيلية. فهؤلاء دائما تصريحاتهم كانت خلال السنوات اللي فاتت كلها عدائية جدا لإسرائيل. حقيقة كانت تصريحات الدروز دائما عدائية، ونحن شفنا كمان كتير منهم اللي انبطح للأخوان المسلمين. أخوان الدروز في قسم كتير منهم من مثقفيهم مثل ما شرف الدين، فيصل القاسم، وغيره وغيراته كتير اللي انبطح في حضن أخوان المسلمين. وهذا أمر غريب جدا. الأمر الغريب بالمسألة هاي أنه
أساسا تنظيم القاعدة هو تنظيم جهادي سلفي، يعتبر الأخوة الدروز من الفرق الباطنية، والفرق الباطنية بالنسبة للسلفية الجهادية محلل قتلها وسبي نسائها وقطع رؤوسها كبيرها وصغيرها. فالأمر الغريب أنه شلون قسم من الدروز يضع في يد السلفية الجهادية المتمثلة بالجولاني وحكومته اللي موجودة ويأمن جانبهم. هذا كان أمر غريب جدا. فيصل القاسم يدفع إلى إبادة الطائفة الدرزية في سوريا، حقيقة هاي. وكل اللي موجودين واللي بيأيدوا في تركي واللي بيأيدوا في كانوا السلفية الجهادية كمان كلياته يدفعون إلى فناء الطائفة الدرزية. أنا بدي أقول كلام لأخواننا العرب أو المستعربين الأغبياء الحمير اللي دخلوا الآن على اللايف. الكرد مختلفين تماما، الكرد مختلفين تماما. وأتحداكم إن استطعتوا إطلاق رصاصة واحدة، لأنه راح تكون إبادتكم. وبرجعكم للتاريخ. صفقنا قتل جبهة النصرة أول ما طلعوا في الأعوام 13 و14 و15، 2014 و15 و16 ليوم الصفق، فجربونا. وتنظيم داعش أيضا أكل قتل ليوم القتل وجربونا. وجيشكم اللاوطني اللي بيقودوا الكراغي التركمان الجربانين اللي بيضحكوا عليكم وماخذينكم إلى الهاوية، جربونا أيضا وأكلوا قتل ليوم القتل. ما عندكم إلا شغلة عفرين، بتقولوا عفرين وعفرين وكذا وهاي، إنه على أساس إنه أنتم المعركة اللي انتصرتوا فيها. ما انتصرتوا فيها، هو انتصر فيها الأتراك بقرار دولي. لكن إذا تركونا عليكم، وبقول لك إياها، والمعادلات الدولية لنطلعكم من البحر، لنطلعكم من البحر كمان. فهاي المنادات اللي بتنادوها وكذا وجايين نحن بعد السويداء على شرق الفرات والكرد وكذا وهاي، أتحداكم وأتحدى أكبر شارب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه تستطيعون تتقدمون شبر واحد فقط، شبر واحد فقط. وبكرة لناظره لقريب. نحن مو من وراء الشاشات يعني، وهلا بتطلع وكذا وحايط لك اسم مستعار وكلام وتحدي وما هذا كلام كله فارغ. فهمت علي شلون؟ هذيك الأرض الميدان وجرب يا حتيدان، هذيك الميدان وجرب يا حديدان. الميدان موجود وكذا. اثبت نفسك بأنك أنت بطل الأبطال، ومثل ما تعتقد أنت أيضا أنك ترفع راية لا إله إلا الله، اللي راية الخوارج، اللي أنت تظن أنك أنت مسلم وكذا وهاي، بل حقيقة أنت خارجي. وضحكوا عليك الأتراك وعملوك مطية. 3 سنوات أنا بصيح وبنادي بكل المنصات وبكل مكان وكذا إنه الإبادة للعرب السنة، وأنتم ما فهمتوا يا أغبياء. أنتم تذهبون إلى مقتل بيد التركماني اللي هو أساسا كرغلي. ونحن سيوف بيد العرب. بيضحكوا عليكم. تركمان الجربانين اللي عددهم كلياتهم 15 واحد هم سيوف بيد العرب، تخيلوا. وبيضحكوا عليكم خلال كل هالفترة اللي فاتت وماخذينكم إلى مقتلة. لسه الفيلم ما بلش، ولسه راح تشوفوا التحالف الدولي اللي راح يصير ضد تنظيمات الراديكالية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة بكل أشكاله اللي موجود في سوريا.
اللي بيظن إنه أحمد الشرع، أنا ما بخص شخصه هو، القوات اللي معه هؤلاء حثالة من تنظيم القاعدة، يطلب منهم بيلبسوا أسود ويحطوا علم تبع داعش بيصيروا دواعش، يطلب منهم بيشيلوا لفوق بيصيروا أمن عام. ترى ما فيها كذابين، هؤلاء كله ما في شيء اسمه أمن عام، كله دواعش وتابع لتنظيم القاعدة. هي عبارة فقط عن تبديل ملابس، وهاي بتنقلب وهاي تتحول. هو يستهدف فيه الناس كلياتها ويستهدفوا فيها الناس كلياتها، وبيجيبوا نفسهم وبيشيلوا الستار اللي على وجوههم الملثمين. شو يعني ملثمين؟ ليش ملثمين؟ وبيحولوهم على اساس انه هدول امن عام. هم نفس الشيء، كله دواعش، ما في نهائيا. بقول لكم اياه بكل وضوح. في مجموعه مع احمد الشرع هو نفسه وانا تحدثت عنه، والباقي كله نفس التركيبه تماما. وما خلوا احمد الشرع يستلم مكان بشار الاسد الا لاهداف استراتيجيه بعيده، لحتى يدمروا المنطقه كلها ويدمروا الشعب اللي موجود فيها. حقيقه هاي. 7 أكتوبر مضاعفة قادمة على الجولان يا مسكين. مساكين انتوا، مشكلتكم منتصرين ومع انه مدفونين تحت الارض، ويذبحوا فيكم وتشبعوكم قتل ويدمروكم وجثث تصبح اشلاء وانتم منتصرين. شو انت وين الانتصار 7 اكتوبر؟ اعطيني انتصار ل 7 اكتوبر. وين الانتصار بغزة؟ غزة انمحت عن بكرة ابيها، آلاف اليتامى، آلاف الجرحى، مئات آلاف الناس اللي جوعانة حاليا راح يفرغوها وانتم منتصرين. و7 أكتوبر أنا بقول لك هنيئا لكم إذا ما كنتوا رجال. وأنا أول الناس اللي راح أوقف معاكم أحط لكم أغاني جهادية، بس بشرط أنه تنفذوها فعلا، وتعملوا 7 أكتوبر في سوريا أيضا، وتهجموا على الجولان والسويداء وكلياتها. أنا بأيدكم بهذا الشيء. والشيء اللي حصل دفعوا ثمن الدروز على فكرة، سبب أخطائهم الاستراتيجية في السياسة. خلافاتكم المشيخية ما بين شيوخ العقل رح تؤدي بطائفتكم إلى الهلاك، رح يموت منا كتير. وهاي أتمنى من إخواننا الدروز الانتباه على هالنقطة هاي جدا، ولأنه رح تخلوا الدول العالمية تتخلى عنكم بالطريقة هاي. وإسرائيل ما بيهمها على فكرة، مشان تعرفوا، إسرائيل ما بيهمها كتير، عندها مصالحها الخاصة فيها. إذا أنتوا وقفتوا معاهم وكذا فأنتوا راح تصيروا جزء من مشروعها. أما إذا أنتوا لعبتوا وكنتوا مشرذمة ومشرذمين ما بين تابعين لهاي الطائفة وتابعين لهذا الشيخ وتابعين للشيخ الثاني وتابعين للشيخ الآخر، إسرائيل ببساطة بس بحركة هكذا ممكن تدخل، تسمح لكل الإرهابيين بيدخلوا عليكم ويبيدوكم، وصمت، وراح يصمت العالم كلياته. بقول لكم إياه بكل وضوح. إسرائيل أدركت حقيقة واضحة جدا، أنه لا يمكن الاعتماد على العربي مهما كان دينه أو مذهبه. هاي إسرائيل تدركها تماما. إسرائيل ممكن تعتمد على الكردي، نعم، تثق فيه، لكن احنا بعيدين عن حدودهم، وهاي أمور مختلفة، لكنها لا تثق بالعربي مهما كان دينه. فلذلك أخواننا الدروز، إذا ما كنتم متوحدين ضد الهجمة القادمة اللي تستهدف وجودكم، فإسرائيل أول دولة راح تنهيكم، ومو شرط هي بإيدها تنهيكم، وهي حقيقة. وهي أول مرة أنا أتحدث عن الدروز. أنا ما بتحدث عن الدروز وماني حابب إني والله أنا جاي زعلان عليكم، لا والله أنا ماني زعلان عليكم. أنا مبدئي بالحياة كلياتها اللي من إيده الله يزيده، وأنا ماني ناصحكم، لا، أنا هنا أتحدث بالسياسة
وبفهم إخواني الكرد أيضا، شوفوا مصير الدروز شو راح يصير إذا ما كانوا متوحدين. فأنا أطالب بالوحدة الكردية، وصارت الوحدة الكردية، وهذا الأساس بهذا الموضوع مشان تفهموا شو اللي عم بيصير. أنا أتحدث من مبدأ سياسي، وماني جاي أدافع عن الدروز وأقول والله أنا زعلان عليهم ولا مو زعلان عليهم. لا، أنا ماني زعلان على حدا نهائيا، لكن أنا بفسر اللي بيحصل. طبعا الدروز أمامهم حلين: يا أما الفناء وراح ينفنوا فعلا، وإسرائيل راح تخلي كل دول العالم تغطي عينها كمان إذا حست بالخيانة، وراح تفلت عليكم كل إرهابيين الدنيا كلياتها، وما راح تخلي دولة من الدول العالمية أنه تتحدث حتى فيها، ويتحول الموضوع إلى أنه حرب أهلية موجودة في سوريا وكذا ونشتم وننكر ونندد. هذا هو رأس مالها كلياته في سوريا. وهذا أمر يخصكم أنتم، لكن هنا الدرس أنا أوجهه لأبناء جلدة الكرد، أنه شوفوا عدم الوحدة يؤدي إلى وين. إذا ما كنا ككرد، وحتى الشعوب اللي موجودة في شرق الفرات سواء أرمن ومسيحيين وعرب كلياته على قلب واحد، بده يصير فينا أسوأ من ما حصل في الساحل. طبعا هنا الأخوة العلويين كمان كانوا خلال السنوات اللي فاتت استراتيجياتهم خطأ كبير جدا، وكانوا يظنون أنه نظام بشار الأسد هو نظام علوي، وأنه نظام بشار الأسد هو صمام الأمان بالنسبة لهم، ودفعوا ثمن غالي جدا على هذا الموضوع، ودفعوا ثمن كبير جدا اللي يهدد وجودهم. آلاف المعتقلين، آلاف القتلى، آلاف المجازر اللي حصلت فيهم، لكن هم كانوا أيضا سبب بوقوفهم مع نظام بشار الأسد. وهنا أنا بحلل سياسة، ما أحكي من الناحية العاطفية. أنا ماني جاي أدافع لا عن العلويين ولا أدافع عن الدروز، أنا ما يهمني فقط شرق الفرات، القوات الكردية اللي موجودة فيه، الباقي هم أحرار. تخطئ بدك تدفع ثمن أخطائك الاستراتيجية. الكرد مختلفين تماما، يعني شوفوا هالأغبياء اللي بيطلعوا كذا وبيفكروا إنه الكرد مثل العلويين أو يفكروا الكرد مثل الدروز. أنتم غلطانين جدا. نحن شعب متمرس على الحروب من فجر التاريخ، مو من هلا. وكل الدول الإسلامية اللي جاءت وذهبت كانت تعتمد على الكرد في كل حروبها وفتوحاتها اللي موجودة. والكرد شعب مقاتل جدا وشرس، والدخول بحرب مع الكرد ما نزهة أبدا، ما نزهة أبدا. الشيء الآخر اللي بقوله لبعض الكرد اللي موجودين، اللي مستعربين، يعني الكرد المستعربين: لا تستهينوا بالقوات الكردية وقوة الكرد. نحن الأقوى اللي موجود على الأرض بكل المنطقة كلها، سواء أكراد تركيا ولا أكراد العراق ولا أكراد سوريا ولا أكراد إيران حتى. وأنا أعدكم، كأنا بقول، لن نسمح لأوطانكم أن تستمر إن لم يكن لنا وطن. وأنا بحكيها بكل وضوح لكل العالم اللي موجودة: لن نجعلكم تهنؤون في أوطانكم إن لم يكن لدينا وطن حصرا. ها، وأنا هنا أتحدث عن وطن كردي، ما أتحدث في والله فيدرالية وشراكة مع العرب وكذا. اجري بالشراكة كلياتها. والأجيال القادمة للكرد ما راح تسمح بهذا الشيء. إن لم يكن لنا وطن ما راح نقبل بأوطانكم نهائيا. وهي نحكيها بصراحة، الكرد مو انفصاليين، نعم انفصاليين.
واللي بده يجي حتى لو كان من القادات وبده يحكي عن الفدرالية أنا بعتبرها هاي انهزامية.